اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا بألف صحة. طبعا يا حبايبي انا النهارده مش هعمل معاكم وصفة اكل يعني وكده. النهارده هنعمل وصفة جميلة جدا. بس قبل ما نخش الوصفة طبعا بتاعتنا النهارده، ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وتعملوا شير. ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشجعيني وتدعميني بالاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وطبعا حبايبنا ما ينسوش يعملوا لايك ويعملوا الشير. طبعا يا حبايبي انا طبعا النهارده هنعمل معاكم وصفه جميله جدا. وصفه من حاجه احنا طبعا بنرميها وان شاء الله تطلع جميله معانا وهتطلع ان شاء الله حلوه. يعني طبعا مستغربين ايه اللي معايا ده؟ بنرمي قشر البرتقال وقشر استفندي. احنا هنعمل بيه الصابون السائل اللي احنا بندعك بيه المواعين. الطريقه دي هتعجبكم جدا. وطبعا معانا هنا قشر استفندي، ومعانا قشر برتقال. طبعا دول كميه معايا. طبعا في الطريقه ديت انا هقول لكم احنا هنعمل ايه وهنضيف ايه معاها، بس هنا هنحط معاها ميه. وطبعا هناخد القشر دوت احنا طبعا هنسلقه. الوصفه دي ان شاء الله تبقى جميله جدا وان شاء الله هتعجبكم. طبعا احنا مش عايزين ميه كتير، انا يا دوبك هغطيه بس كده. هو كده انا هحطه على النار. يعني هنسلقه هنعمل بيها الصابون السائل. يبقى جميل جدا وهيوفر طبعا من حاجه احنا يعني بنرميها، يعني ملهاش لازمه، بس ليها فايده كبيره جدا. وهنشوف ايه اللي احنا هنضيفه نخليه زي الصابون السائل بالظبط. ادينا هنا طبعا يا حبايبي احنا سلقنا طبعا القشر طبعا معانا. طبعا احنا دلوقتي هو اتسلق وسيبناه لحد لما كده شايفين دايب. هو خالص وبرده هو سخن طبعا. الاستفادة طبعا معانا اهو مستوي طبعا. طبعا احنا هنسيبه بقى لحد لما يبرد وبعدين هنشوف احنا هنعمل ايه. وادينا طبعا يا حبايبي بعد ما احنا طبعا سلقناه، لازم يا جماعه نسويه خالص كده ونخليه لما تحس ان هو اتهرى كده داب كده معانا كده. انا سبته طبعا يبرد عشان هضربه في الخلاط. طبعا انا هاخده بقى كده بسم الله هضربه في قلب الخلاط. وهناخد الميه طبعا بتاعته. شايفين الميه بتاعته صفرة ازاي وريحتها يا جماعه حلو. شايفين هو تقيل طبعا ازاي؟ شايفين تقيل ازاي؟ بسم الله. طبعا احنا ممكن نزوده هنا طبعا ميه. واحنا طبعا هنا دلوقتي هنحط ميه عادي. ممكن نزود ميه بس حبه بحبه بحبه كده عشان انا مش عايزاه خفيف. هنحطه كده وهنصفيه بقى. شايفين هو تقيل اهو. الفيديو طبعا ما يطولش بقى علينا. انا هصفي الكميه ديت وهضرب في الخلاط الكميه اللي معايا ديت بحبه برده ميه عشان اخفه برده. ارجع لكم اوريه لكم عشان هنضيف ايه طبعا عليه عشان نخليه طبعا زي صابون المواعين زي صابون السائل. وهينضف طبعا معانا وهيبقى ان شاء الله حلو. شايفين هنا طبعا القشر طبعا معانا. شايفين طبعا الكميه. شايفين اداني كميه طبعا قد ايه. وشايفين التقل بتاعه. برده زودت ميه لان الميه اللي انا كنت سلقاه طبعا فيها كانت طبعا صغيره، فالخلاط مش عايز يمشي طبعا معايا فرحت زودته ميه. بس برده مش عايزه ميه كتير ان انا ازوده حبه بحبه عشان يمشي بس الخلاط كده معايا بس. وفرمته طبعا ناعم. شايفين بقى. طبعا انا عشان خاطر طبعا خد معايا طبعا وقت عشان كده انا فصلت معاكم. اللي طلع منه مش كتير. شايفين كده يا جماعه اللي طلع منه مش كتير. ليه؟ علشان انا سلقاه حلو. خليته منه الكميه دي طبعا كلها. وحبه التفل قد ايه الحبه اللي طالعين منه حبه صغيرين. انا سلقاه كويس عشان سلقاه جامد. لازم يا جماعه يتسلق خالص، يتسلق لحد ما يطرى يعني خالص كده. هو تقيل قوي. ده هنا معانا هنا دوت ملح ليمون. دول كده ب2 جنيه. دول ب2 جنيه ملح ليمون. طبعا هقول لكم الحاجه وهقول لكم الصابون دوت هيكلفني كام. ودي طبعا الصابونه دي صابونه بتاعت زمان اللي هو بتاع الهدوم. وصابون لو عندك الصابون التاني يغسل بيه المواعين اي نوع. الصابون دوت او التاني طبعا هنبشرها طبعا كده. طبعا يا جماعه الصابونه طبعا معانا بشرناها بقى شكلها كده. اهيت. طبعا انا طبعا
دوت طبعا يا جماعه كيلو الا ربع صابون. بس دي طبعا التركيبه انا جايباها وعاملاها طبعا في البيت برضو. ان شاء الله انزل لكم فيديو عن برضو الصابون السائل اللي انا بعمله. بصراحه قرب يخلص من عندي وهجيب وهعمل، بس انا قلت هصورها معاكم وهقول لكم انا بعمله ازاي، وهخليه بالتقل ده. شايفين السمك بتاعه هو تقيل اهو. طبعا انا بحب اعمل الصابون في البيت، بيبقى حلو، والخلطات دي بتنفع يا جماعه فعلا. ده كده معانا الصابون السائل ده طبعا في البيت عندنا مش هنحسبه. ومعانا ب2 جنيه ملح ليمون. ومعانا الصابونه ديت ب2 جنيه ونص، و2 جنيه يبقى كام يا جماعه؟ يبقى 4 جنيه ونص. 4 جنيه ونص ما كلفناش حاجه. والصابون ده عندي انا طبعا مش شارياه. دلوقتي انا بقى ايه، هنكمل الوصفه طبعا بتاعتنا، الوصفه الجميله اللي مخليها ريحه المطبخ عندي ريحته جميله قوي وريحته منعشه كده. طبعا يا حبايبي وهنضيف عليها برده خل. خليكم معايا بس عشان طبعا ايه، عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. وادي دي طبعا طبق صغنن، وهنحط فيها ايه، قد كوبايه ميه سخنه كده من الكتل. طبعا انا مش عايزه ميه كتير. دي طبعا يعتبر كوبايه شاي. وهننزل فيها الصابون بقى اللي معانا دوت كده اهو، عشان ايه يسيح طبعا معانا. هندوب الصابون ده معانا خالص في قلب طبعا ايه، في قلب الميه المغليه ديت. لازم كده يدوب كده يدوب، لازم ندوبه خالص كده. شايفين الرغوه طبعا بتاعته؟ ده بقى اللي هيخلي الوصفه اللي معانا هترغي وهتنضف معانا وهتديلها قوام حلو، ويبقى صابون معاكي حلو. ومن حاجه عملتي كميه صابون من حاجه كنا احنا اصلا بنرميها. طبعا يا جماعه بتوفر طبعا معانا. شايفين الصابونه معانا ايه، تقلت. الخلطه دي يا جماعه بتبقى جميله جدا، بيبقى صابون معاكي ناجح وبينضف معاكي وبتوفر معاكي. ومن حاجه انت يعني رمياها، حاجه انت رمياها توفر معاكي. شايفين يا جماعه؟ شايفين كميه الصابون عامله زي ايه يا جماعه؟ دي عامله زي ايه، زي الكريم شانتيه. شايفين؟ طبعا هنا ايه، هزودها حبه صابون هنا، وهقلب بقى كده التركيبه الجميله ديت. اللايك فين يا جماعه؟ عشان الخلطه معانا دي خلطه جامده، خلطه هتوفر معاكي وهتخلي الصابون، هتخلي المواعين معاكي بتلمع كده بتبرق. ويعني ما كلفتناش حاجه، 4 جنيه ونص بس، 4 جنيه ونص، وعملنا يعني كميه حلوه. نزودها حبه صابون كمان. شايفين بقى يا جماعه الجمال؟ جميله. وهنا معانا بقى ايه، الملح الليمون معانا. كده هننزل بقى هنا. شايفين يا جماعه؟ والله العظيم خطيره، ولازم طبعا نقلبها. انا طبعا هنزل ده كله مش هرميه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى هتحتاج مننا بقى ايه، مجهود شويه، نفضل نقلب كده شويه كده. واحنا بقى بنقلب كده هنحط معانا كميه الصابون. انا عايزه اشيل الكبشه ديت، ريحته برتقان كده منعش كده حلو. طبعا هياخد مننا تقليب طبعا جامد. ده عايز بقى يا جماعه ايه، عضلات. ده عايز عضلات كده، ونقعد نقلب كامل كده. ننزل بالصابون بقى معانا كميه طبعا كلها صابون عندنا. وان شاء الله ان شاء الله اعملوا انتوا بس لايك، وانا اعمل لكم تركيبه الصابون اللي عندي دي جميله جدا. تعرفوا طريقه الصابون اللي انا بعملها دي الجميله ديت. هنحط فيها كوبايه طبعا خل. هنا طبعا يا جماعه ادي كوبايه خل طبعا معانا. طبعا انتوا عارفين الخل طبعا بيعقم وطبعا بينضف. كده كتل صابون، حته الصابون كده دوت طبعا هيدوب. صراحه يا جماعه ريحته جميله جدا. هنا بقى انتوا عايزين ممكن تحطوا عليه لون، تجيبوا لون من عند بتاع الصابون. ممكن تحطوا لون عندك، لون مثلا طبيعي.
طبعا هنا طبعا كده يا جماعه انا هوريكم طبعا الرغوه طبعا بتاعته. شايفين؟ انا هاخد بس كده حبه كده صغيرين كده. شايفين الرغوه بتاعته يا جماعه؟ شايفين رغوته؟ مش شايفين الرغوه؟ رغوته عامله ازاي؟ جميله اهو. ب4 جنيه ونص عمل لي الكميه دي. شايفين؟ وشايفين طبعا رغوته دي رغوه جديده ازاي طبعا يا حبايبي. شايفين؟ هعبيه في قلب الجيركن دوت، وعبيه في قلب طبعا معايا طبعا ازايز. طبعا لو انتوا عايزين تحطوا فيه طبعا ليمون حطوا فيه ليمون. طبعا كده يا جماعه السمك بتاعه تقيل اهو، تقيل كده يا جماعه. وادي بقى طبعا كده يا حبايبي ادينا الخلطه معانا الجميله، الصابون السائل اللي احنا عملناه طبعا مع بعض. يا رب يكون فعلا عجبكم. يا ريت يا جماعه تجربوه، وما كلفناش حاجه يا جماعه. وشايفين عملناه طبعا قد ايه. طبعا الجيركن دوت بيشيل 4 لتر. وطبعا ازايز الميه ديت طبعا الازازه ديت مكتوب عليها لتر ونص اهي، مكتوب عليها لتر ونص. ومعانا طبعا 2 يبقوا ايه، يبقوا كام؟ يبقوا 3 لتر. 3 و4 يبقوا 7. ادي الكمية عملنا طبعا كمية حلوة. 7 لتر يا جماعة صابون سايل، 7 لتر ب4 جنيه ونص. يعني وصفة مش مكلفة خالص، وعملت صابون سايل في البيت وبحاجة احنا طبعا بنرميها. وصراحة رغوته حلوة وبينضف وبينعم كمان ايدك. هينعم ايدك وهيحافظ يعني كده يعني عليها، لان معلوش مواد طبعا كيماوية. هي الصابونة اللي احنا حاطينها بس، وحاطين ملح، وحاطين ملح ليمون. وملح ليمون طبعا برضو بينضف. وحاطين خل، الخل برضو معقم وبرضو بينضف. انتوا لو عايزين تحطوا بقى ليمون ممكن تضيفوا عليها ليمون برضو. الليمون برضو هيديلها ريحة حلوة وهتبقى حلوة يعني. طبعا يا حبايبي مريت يا حبايبي ما تنسوش طبعا اللايك، اهم حاجة اللايك يا حبايبي اللي انتوا بتنسوه كل مرة. دعموني يا جماعة وشجعوني باللايك والشير. واللي ما اشتركش في القناة ينزل اشتراك. وخدوا طبعا جولة في قناتي كده يا حبايبي، عندي وصفات جميلة جدا هتعجبكم. وعاملة قبل كده برضو عاملة قشر ليمون برضو، عاملة برضو خلطة جميلة جدا تنفع للسيراميك وتنفع لأي دهون. بتسيح يا جماعة الدهون فعلا. فاللي هو المطبخ تصبني بالحمام جميلة جدا. يا ريت يا جماعة تشوفوا الفيديو دوت ان شاء الله بإذن الله. وصفاتي كلها تكون فعلا بتعجبكم. واكتبوا لي كومنت وقولوا لي طبعا ايه طبعا رأيكم في الخلطة الجميلة النهاردة ديت. خلطة جميلة جدا وموفرة جدا. طبعا عملنا كمية حلوة ب4 جنيه ونص، يعني يا بلاش فعلا. دلوقتي بقى اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستنوني بكرة في فيديو